السيناريوهات اللي الاهلي بيكسب فيها المصري تخلي جمهوره يبطل كوره. ما انت متخيل كل ما الاهلي يقابل المصري يخليه دايما نايم زعلان، يخليه دايما جمهوره نايم متعكنن عليه، يخلي جمهوره دايما مسدود، يخلي جمهوره لما كان يعني طموحاته في السماء يبقى مدفون في الارض. الاهلي النهارده بيكمل مشوار تممه قبله يعني اجيال وعصور قبل كده. 2017 الاهلي بيقابل المصري لحد الدقيقه 116 المصري ياخد بطوله كاس مصر. عمرو جمال بيجيب جون بيخلي اللي قاعد على دكه المصري ان كان حسام ولا ابراهيم وجمهور المصري يعيشوا مرار طافح. مش بس كده، عندهم امل ان هو يوصلوا ضربات الجزاء، لكن احمد فتحي في الدقيقه 120 بيخلي مدينه بورسعيد نايمه زعلانه متعكنن عليه. نفس السيناريو بيتكرر بعدها في 2018 في السوبر في الامارات. لحد الدقيقه 101 جمهور المصري عشمان ان هو يلعب ضربات جزاء ويحقق بطوله على حساب الاهلي. ازارو بيجيب جون وبينيمهم زعلانين، بينيمهم متعكنن عليهم. نفس السيناريو بيتكرر النهارده عزيزي المشاهد في 2023. انت متخيل لحد الدقيقه 95 المصري متقدم بهدف 1-0، لكن الشحات بيعافر في كره ميته ياخد منها ضربه جزاء وبكل هدوء اعصاب. علي معلول مضيع قبلها مباراه الداخليه مضيع ضربه جزاء، النهارده داخل بهدوء اعصاب متناهي وبيحطها جون، بيخلي شمس الاهلي تشرق، بيخلي جمهور الاهلي يعيش فرحه، وجمهور الجمهور المصري بيعيش يوم حزين، بيعيش يوم عاشوا ليالي قبل كده تخليه يبطل كوره. مش بس كده، احمد القندوسي بيخليهم يعيشوا مرار طافح والم ومراره عاشوها سنين بيتعاد عليهم في 2023 تخليهم والله يبطلوا كوره. بس الجون اتسفخ من هنا وسكتوا في المدرجات من هنا، واللي كان بيحزق واقف في المدرجات تعب خلاص اقعد بقى اتهد بقى خلاص، الحزقه نزلت منه. فمبروك لكل جمهور الاهلي النهارده، فوز مهم كان لابد ان احنا نطلع من موسم كسبانين. ما انت ما ينفعش تفضل طول الموسم زالل الفرقه كلها وتيجي تتغلب في اخر مباراه كاس. وبعدين انت كل بطوله الاهلي شارك فيها السنه دي فرح جمهوره، كان دايما موجود في النهايه على المنصات. افريقيا خدناها، ذلينا كل المنافسين، طلعنا روحهم وخليناهم نايمين زعلانين. وبل بالعكس في فرق عاشت موسم كارثي بعد ما اتهزمت من الاهلي، منها الوداد طلع من البطوله الدوليه بتاعت البطوله العربيه، خسر كاس الملك هناك، خسر بعدها الدوري، فعاش ليالي وحزينه كره اليوم اللي لعبوا فيه الاهلي. مش بس كده، انت خدت الدوري وخليت منافسينك كلهم يعيشوا الم ومراره وذلتهم في الدوري اللي كان بالثلاثه واللي كان بالاربعه. في نفس الوقت خدت 2 سوبر، واحد كاس واحد سوبر من فريق رزل او فريق كان لازم تهزمه ولازم يعني تعلموا الادب وهو بيراميدز. لكن شفناه دايما في المباراه اللي هو هزمنا منها كان عندهم يعني زي ما بيقولوا كده غل انهم يكسبوا الاهلي، يعني مباراه رمزيه، لكن احنا كنا حسمنا كل حاجه ولاعيبتنا كانت في حجر الراحه. زي ما بنقول كان لابد ان احنا نفوز النهارده ونحقق انتصار مهم جدا، وده اتحقق بفضل لاعبتنا ومجهودهم ومدربنا. ربنا كرمنا، فزنا النهارده، عشنا ليله سعداء فيها، وعاش ليله جمهور المصري حزين ومتعكنن عليه زي ايام سابقه كتير جدا. فمبروك عليهم الهزيمه، مبروك عوده فريقهم للمدينه الحزينه. مبروك لكل جمهور الاهلي، الفوز النهارده فوز مهم جدا، فوز يخلي جمهور الاهلي دايما نفسه مفتوحه. السنه الجايه عندنا بطولات كتير جدا هنشارك فيها، عندنا احلام وطموحات. السنه الجايه هنلعب كاس عالم، هنبقى موجودين في بطوله السوبر، دوري السوبر الافريقي، عندنا امال ان احنا نحققها ان شاء الله. كمان السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه برضه ما نعتقهاش، بطوله لازم نحققها وننتصر فيها. فشكرا لكل لاعيبه الاهلي ما قصروش السنه دي، موسم كان اروع ما فيه ان احنا خدنا بطوله الدوري، الفرقه كلها اكتسحناها، خليناهم متعكننين، خليناهم مسدولين. في نفس الوقت حققنا الكاس وحققنا السوبر على حساب خصم كان لابد ان هو يعرف حجمه الطبيعي. حققنا بطوله افريقيا قدام فريق فعلا من غير فوز لقح ما يسواش 3 مليم. فمبروك لكل جماهير الاهلي، مبروك لاداره الاهلي، مبروك لجهاز الاهلي. شكرا ما قصرتوش معانا، فرحتونا. الموسم الجاي عايزين نفضل دايما موجود على منصات التتويج.